السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم سارة. لاول مرة هتشوفيني او هتشوفي القناة، يا ريت تشرفيني بالاشتراك مع تفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يصلك كل جديد ان شاء الله باذن ربنا. هنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. أهلا بكم في قناتي، قناة أسرار حياتنا للحمل والولادة. النهاردة إن شاء الله بإذن ربنا احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا. هنتكلم علامات في منطقة الثدي. النهارده ان شاء الله باذن ربنا هنتكلم عن علامات في منطقه الثدي هتكشف لك حدوث الحمل قبل ميعاد الدوره بحوالي 6 أو 5 ايام. يعني ما تدوريش على العلامات دي الا قبل ميعاد الدوره بحوالي 6 أو 5 ايام. ماما، العلامات اللي انا هقولها لك دي لو شفتي اي علامه منها اتاكدي مليون في الميه ان شاء الله باذن ربنا ان انت هتطلعي حامل في نفس الشهر ده. والعلامات دي مؤكده مليون في الميه وبتدل على حدوث الحمل ان شاء الله باذن ربنا. العلامات دي بتبدا تظهر لك نتيجه التغيرات الهرمونيه اللي بتحدث في الجسم. بيبدا ان يحصل تغيرات هرمونيه، التغيرات دي بتطرأ عليكي وبيبدا ان يظهر علامات معينه. العلامات دي من ابرزها العلامات اللي انا هقولها لك دلوقتي. تمام. ده بيحصل لمعظم الحوامل بنسبة هنقوله من نسبة 80 ل 90%، وفي نسبة 10% اللي هم بيفلتوا ما بيظهرش عليهم علامات بتكون قوية. تمام. لكن معظم السيدات الحوامل بتبدأ تظهر عليهم العلامات دي في منطقة الثدي، ودي بتبدأ تكشف لك حدوث الحمل. المهم ان انا عايزة اقول لكم حاجة بقى، ان انتوا نايمين معايا كده ومفيش كده ايه اي اكشن كده. انا عايزة اي اكشن كده، حد لايكات كتير، عايزة شير، عايزة يعني كده شجعوني يا جماعه. اللي انا والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا بنام لحد العصر من ساعه ما الناس ما بتشجعنيش. يعني خلاص انا نمت خلاص وغطيت نفسي وخدت اللحاف. يعني ما فيش اي تشجيع خالص. لا عيب كده، عيب كده، ما يصحش حتى. يعني ده حتى كده ما يصحش. لايكات كتير، شير كتير، دعم للقناه، ويعني وهنيالك يا فعل الخير وكله بثوابه. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول علامة بتبدأ تظهر في منطقة الثدي بتعرفك ان تم حدوث الحمل هو ان بيبدأ يحصل تضخم او تورم في منطقة الثدي. هتقولي طب ما انا بيحصل لي تورم والدورة بتيجي. يعني ما هو التورم او الألم او التقل اللي بيحصل او الفوران اللي بيحصل في منطقة الثدي بيحصل والدورة جاية. بس في فرق ما بين الألم الثدي اللي بيدل على الحمل واللي بيدل على الدورة. فعايزه اقول لك ان في فرق. الفرق ان انا لو الدوره هتيجي بيحصل لي الالم ده من قبل ميعاد الدوره بحوالي ب6 ايام كده او 5 ايام، ويجي قبل ميعاد الدوره بيوم او يومين يختفي خالص والدوره تنزل. لكن لو انا حامل بيبدا يحصل لي الالم ده عندي. تمام. بيحصل لي الالم ده وبيبدا احس بيه ويجي قبل ميعاد الدوره بحوالي بالظبط يومين، يزيد اكتر معايا. الالم يزيد اكتر لحد ما يجي ميعاد الدوره يزيد اكتر. لكن لو الدوره هتنزل بتلاقي الالم ده اختفى وهوب الدوره نزلت قبلها بيوم او يومين. لكن لو بيزيد معايا اكتر وميعاد الدوره جاي ولسه الالم بيزيد، اعرف ان انت على طول هتطلعي حامل. ودي اول علامه واقوى علامه. تاني علامه بيحصل لي زي شكه. شفتي بقى شكه الدبوس او النغز اللي بيحصل زي نغز الابره كده؟ بيبدأ يحصل النغز ده في منطقة الهالة اللي حوالين الثدي. بيبدأ يحصل الشكة دي أو النغز ده. تمام. أول ما يحصل لك النغز ده أو الشكة دي اعرفي على طول إن انتي هتطلعي حامل. طب إيه سببها؟ سبحان الله، أي حاجة في المكان ده بتسمع في الرحم. أي حاجة بتحصل في منطقة الثدي تسمع في الرحم والمهبل. تمام. وأي حاجة تحصل في منطقة المهبل تسمع في الثدي. يعني المكانين دول متصلين ببعض جدا. فعشان كده أما بيجي فعشان كده اي الم بيحصل لك او اي وجع بيحصل لك في المكان ده يسمع في الثدي، فتلاقي ان بيحصل لك زي شكه في الثدي. وتاني حاجه ان نتيجه تغيرات الهرمونات، ما هو في هرمونات بتتغير عندي، فاما الهرمونات دي بتتغير بيبدا يحصل لي الالم ده، فابدا احس ان في شكه او في الم بيحصل لي. تمام. الشكه اللي في الثدي دي اعرفي مليون في الميه ان انت هتطلعي حامل، الا لو عندك هرمون حليب زياده. لو عندك هرمون حليب ممكن تحسي الشكه دي. تمام. طيب طيب الحاجه اللي بعد كده. طيب تالت علامه ان بيبدا يحصل ان اللون بتاع الهاله بتاعه الثدي بيغمق.
لون الهاله اللي حوالين الثدي لونها بيغمق. بيغمق يعني ايه؟ يعني لونها بيبدا ان هو يبقى كاتم شويه، او لونها بيتحول للون الاسمر، او لونها بيكتم، بيغمق. فده طبعا لو انت ملاحظه واخده بالك قوي او مركزه قوي بتبداي تلاحظي العلامه دي، لكن لو مش مركزه قوي ممكن ما تلاحظهاش. طيب الحاجه اللي بعد كده او العلامه اللي بعد كده بتحصل لك في منطقه الثدي تعرفك ان تم حدوث الحمل، ان بيحصل زي فوران والم في المكان ده غير طبيعي، لدرجه ان انت بتكوني مش طايقه حتى تحطي ايدك كده على المكان ده، بتلاقي نفسك ان انت عندك الم وفوران غير طبيعي، فمش قادره حتى ان انت تحطي ايدك على المكان من كتر الالم او التقل، او حاسه ان المكان ده بيألمك جدا. طيب العلامه اللي بعد كده ان بتبداي تحسي سبحان الله ان منطقه الهاله اللي حوالين الثدي نفسها يا اما ظهر فيها حبوب، يعني زي حببت كده، او ظهر فيها حبوب، او المكان نفسه بدا ان المنطقه دي توسع. احنا بصي لو ده عايز حد بس يكون بيركز شويه، تمام؟ لان انت لو مش بتركزي مش هتقدري توصلي، لكن انت لو مركزه قبل وبعد هتعرفي ان حصل ولا ما حصلش. المنطقه اللي حوالين الثدي دي اللي هي هاله الثدي تبقى كده، لو حصل حمل تلاقي المنطقه وسعت كده، فاهمه؟ يعني المكان بدا يوسع. فكل العلامات دي هتبداي تلاحظيها من قبل ميعاد الدوره بحوالي بالظبط 5 أو 6 ايام، بتبدا تزيد معاكي وبتبدا توضح اكتر معاكي. في علامات تانية بتاكد ان انت حامل، ان انت تحسي كثره في التبول، تحسي الم في الجسم عموما، او ارهاق واجهاد وتعب. تمام. بتبداي تحسي كمان ان انت عندك صداع، زغلله في العين، بتبداي تحسي ان عندك زي احساس اللي هو سخونيه في الجسم، تمام؟ ارتفاع في درجه حراره الجسم من بعد ايام التبويض، بتبداي تحسي بالاعراض دي، وبتبداي ان انت تلاحظيها من بعد ايام التبويض. افرازات بكثره بتنزل عليكي، افرازات شفافه مائيه، بتبداي تحسي ان انت بتدخلي الحمام كتير جدا. ممكن تلاقي نفسك ان انت عندك نهجان، او عندك مش قادره تاخدي نفسك، تمام؟ وده بيحصل لناس كتير. كل العلامات دي بتؤكد لك حدوث الحمل، ان انت كده ان شاء الله باذن ربنا هتطلعي حامل. فبتبداي تحسي كل العلامات دي، وقتها اعرفي ان انت ان شاء الله باذن ربنا هتطلعي حامل مع العلامات اللي انا قلتها في منطقه الثدي. بكده انت دكتوره نفسك وقدرتي ان انت تكتشفي بنفسك، واللي هياكد لك اكتر اكيد اختبار الحمل او غياب الدوره الشهريه، وقتها هتعرفي وتتاكدي ان انت حامل ان شاء الله باذن ربنا. بكده انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، انهيته. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، اكون بقدر اساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتم بتحبوها، احلى واغلى اخوات. يا رب يرزقكم جميعا الذريه الصالحه، ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين، وما يحرم حد ابدا من الذريه، ويجعل لي دعوه مستجابه لكم ان شاء الله باذن ربنا. اسيبكم في رعايه الله وحفظ الله، دمتم بالف صحه سالمين عافيين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.